هنعمل النهارده بسكوت سهل جدا واقتصادي جدا جدا ومريح في طريقة عمايله. هنعمله في الخلاط، وكمان هنشكله زي ما انتم شايفين بالقمع، وهنعمله ببضاية واحدة بس، وكمان بكوباية زيت ومعلقة سمنة واحدة بس. هنعمل كمية محترمة جدا من البسكويت بطريقة اقتصادية جدا. اشجعي واعمليه، وتعالوا نسمي بالله ونشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. اول حاجة معايا نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. هنحط عليه معلقة من النشا، وانا عندي متوفر عندي كاستر فحطيت معلقه من الكاستر. ما عندكيش يبقى هتحطي معلقتين من النشا. عندك كاستر حطي معلقتين من الكاستر المتوفر حطيه، ما توقفيش نفسك على اي حاجه. كان معايا نص باكو من بيكنج باودر، يعني معلقه كبيره ممسوحه زي ما انتم شايفين. يعني لو انت هتعايري بعلبه هتحطي معلقه صغيره، بس معلقه صغيره مليانه شويه. وهحط رشه ملح. وتعالوا بقى للزيت، اي نوعيه زيت، زيت ذره، زيت عباد، بس زيت نظيف، ما تحطليش زيت ليه ريحه وحشه. هنزل عليه زي ما انتم شايفين الكميه اللي انا حطيتها كده. انا هاخد كوبايه الا ربع. حطيت زيت، وكملت بمعلقه واحده بس سمنه بلدي، سمنه بلدي بقري، عشان في الاخر يديني ريحه السمنه البلدي كده. تعالوا معايا البضايه، ومعايا النشادر، ومعايا كوبايه سكر. لا، دي كوبايه الا ربع. كوبايه الا ربع من سكر، سكر عادي جدا من بتاع التومين كمان، حبيبات مش محتاجينه مطحون، احنا هنشتغل في الخلاط. ومعايا برتقانتين عصرتهم، وخدت بشر معلقه صغيره من البرتقان. ممكن لو حابه تزودي عن كده بشر حطي. انا هاخد كوبايه واحده بس من البرتقان، وهاجي عند النشادر وهاخد نص معلقة صغيرة. زي ما انتم شايفين كده انا مسحتها، يعني نقول نص معلقة كده صغيرة من النشادر، وما تكتريش عشان ما يفرش منك قوي ويدي ريحة كده. هاجي بقى في شفشق الخلاط وهحط بضاية. نقول البضاية بدرجة حرارة المطبخ. نفترض طالعة من التلاجة، هتروحي يا حبيبتي حطاها ومشغلة عليها الحنفية عادي، مية عادية جدا من الحنفية، تشطفيها كده هتبقى بدرجة حرارة المطبخ. تعالوا بقى هننزل بردك بكوباية الزيت على السمنة وبشر البرتقانة. وهننزل دلوقتي، معايا انا خدت ربع كوباية عصير البرتقان، هنزل بس بالنص بتاعها. يعني انا كل اللي خدته ربع دوبت فيه النشادر، والنص التاني ضفته للخليط. وهبتدي بقى اقلبه. انا معايا السكر هنا زي ما قلت لكم حبيبات، فلازم اطحنه كويس جدا والخليط يتجانس مع بعضه. ولو تلاحظوا انا خدت البرتقان بالعصاره بدون اي ميه خالص، انا عايزاه عصير بيور كده ما فيهوش ولا نقطه ميه. هروح نازله بردك بالنشادر المتقلبه في ربع كوبايه البرتقان، هنزل عليها لغايه ما يتداخلوا مع بعض كده، واروح جايه في طبق كده للعجن كده حلو واسع عشان اعرف اقلب كده براحتي. وهروح نازله بالمكونات الجافه اللي هو الدقيق على البيكنج باودر على رشه الملح على معلقتين النشا او معلقتين الكاستر المتوفر عندك. ما توقفيش نفسك، واروح جايه على الخليط كده بعد ما تخلط خلطه حلوه كده، وتنزلي ما تسيبيش نقطه في المقدار. ولو تلاحظوا بالنسبه للبرتقال انا خدت ربع الكوبايه دوبت فيه النشادر، ونص الكوبايه ضفته للخليط وضربته في الخلاط. اتفضل معايا ربع كوبايه البرتقال ما استخدمتهاش. تمام، يعني كده كل حاجه كوبايه الا ربع من كل حاجه. تعالوا بقى بالنسبة للخليط، انزل فيه زي ما انتم شايفين كده. انا بالمعلقة بقلبه كده في بعضه، يعني مش بعجنه. انا بدخل كده المكونات السائلة في المكونات الجافة، واديهم كده تقليبه في بعض. خلاص دوبت كل حاجة، انزل بقى بايدي. لو انتوا بتلاحظوا كده الخليط يعني تحس ان هو عايز قمع حلواني، يعني بيلزق كده في ايدك جامد قوي. فانا هشتغل بالقمع اليدوي، ما عنديش قمع حلواني. وعايزه بقول الطريقه بسيطه، همسح ايدي مسحه سمنه صغيره جدا او مسحه زيت اللي متوفر وموجود، يا ده يا ده. وهلم بيه كده العجينة بخفة ايدي كده بصوابع ايدي، هلمها بحيث انضف البولة بتاعتي او العجينة اللي انا بشتغل فيها. بس كده تمام. هجربها بقى اشوفها العجينة حلوة ولا لا. هروح واخدة حتة من العجينة وابتدي اشتغل بالقمع، او هتشتغلي بالمكنة. ما عندكيش قمع وما عندكيش مكنة عادي جدا، حطي حتة العجينة بين كيسين بلاستيك، كيسين تلاجة، وافرديهم وقطعيهم بالسكينه. وتعالي علميهم بالشوكه كده، امسكي ظهر الشوكه وامشي بيها. يا ستي مش عايزه تعملي الحركه دي، امسكي حته من العجينه كوريها وافرديها زي الصباع كده وامشي عليها بالشوكه. ما توقفيش نفسك اي حاجه ان شاء الله، حتى لو عندك قطعات اي تقطيعه. وبقت العجينه معايا تمام جدا، واتاكدت ان هي بقت زي الفل. هبتدي بقى اشتغل بيها. هاخد حته بحته، بما انك هتشتغلي بقمع يدوي هتبتدي تشتغلي حته صغيره بحته صغيره.
هاخد حته كده واحدناها في ايدي كده، اديها زي ما انتوا شايفين كده، ببتدي يعني اكورها في ايدي كده وابتدي اقطعها. لو تلاحظي العجينه بتاعتها مش زي العجينه بتاعت البسكويت اللي هو بيبقى معمول بالسمنه او بالزبده، لا، ده الخليط بتاعه مضروب في الخلاط فكان عباره عن سوائل. فهتلاقي العجينه معاكي عشان ما تتخضيش وتقولي العجينه بايظه، هتلاقي العجينه معاكي مطاطه شويه، لما تيجي تقطعيها كده تحسي ان هي بتمط منك عادي. في الاخر هيجيلك البسكوتيه مقرمشه. احنا حاطين الزيت، هتبقى البسكوته معاكي مقرمشه وهشه كمان. تعالوا خلصنا الكمية وعملت معايا صاجين محترمين. التسوية هندخله على فرن سخن في الأول، يعني الفرن يكون مسخناه قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 160، ياخد لون من تحت، تبتدي تشغلي له الشواية، هتطلع معاكي البسكوتية كده مقرمشة. البسكوت كده تحسيه كده بسكوت بتاع زمان، عارفة كده أهالينا لما كانوا زمان بيعملوا بسكوت أو بتاع الفلاحين، هتلاقي البسكوتية معاكي مقرمشة كده وهشة من جوه، مش مكتومة خالص، فيها نشادر، فيها بيكنج باودر، فهتلاقي البسكوتية هشة من جوه وفي نفس الوقت مقرمشة كده وليها طعم حلو قوي. حبة بدل البرتقال تستخدمي لبن عادي جدا، اللي متوفر استخدميه. مش عايز تستخدمي برتقال وعايز تستخدمي تانك، اللي يريحك. المهم في الاخر امشي بس على المقدار اللي احنا اشتغلناه. وبقى معايا بسكويت اقتصادي تماما، هتقومي حالا تعمليه، بسيط جدا وسهل وطعمه حلو جدا، طعم جدا ومش مرتبط بالعيد، ممكن في اي وقت تعمليه للولاد. اتمنى بقى وصفتي النهارده تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب للقناه.